جدا امام القوه ديال محمد الربيعي الذي يبحث على انهاء ضربه جيده، ضربه جيده دائما. مستويات. اعتقد بان السلام عليكم متابعي صباح التيم جحيدي الكرام، مرحبا بكم في هذا المقطع الجديد. في هذا المقطع سنعرض لكم ما جاء في أقوى وأعنف نزال، والذي جمع بين الملاكم المغربي محمد الربيعي والذي جمعه القدر مع الملاكم الإيطالي المخضرم جيسبي لاوري. فشاهدوا معنا هذا النزال الشيق. في الملاكمه الاحترافيه ببطوله العالم. نعم، نذكر بانه محمد الربيعي 24 سنه فقط، انطلق في سلف الاحتراف في مثل هذا الشهر من السنه الماضيه، بالضبط يوم 11 من مارس 2017. اول نزال كان امام الملاكم لازلو كوفاتش، اكيد النزال الذي اقيم بالعاصمه التشيكيه براغ، اكيد القادم من مدينه الدار البيضاء عن تقديم للبطل العالمي محمد ربيعي، ويؤازره بالركن البطل العالمي هشام نفيل. اذا ملاكمه شباب البرنوسي حاضره، وهنا لابد من اشاره ان الحاج الغزواني كان وراء عمل جد هام في رياضه الملاكمه بالمغرب. فنهنئ جميع المدربين المغاربه على ما يقومون به من صناعه ابطال. انا اكيد حكم ديال هذا النزال حديث مع الملاكمين لقوانين كتكون يعني جاي بها العمل، عدم الضرب تحت الحزام، وبالتالي تاكيد الملاكمين على ضروره احترام مثل هذا اكيد القوانين. امامنا قيدوم الملاكمه الاحترافيه الايطالي سنه، انطلق العديد من الالقاب على مستوى الاحتراف يعني منذ سنه 1997. اذا انطلاق ديال هذا النزال، نتمنى كل التوفيق لمحمد الربيعي ممثل الملاكمه المغربيه والافريقيه والعربيه في هذا النزال. كنعرفوا بان الملاكم الربيعي يمتاز بقوته بالضربه اليمنى، فهو ملاكم قوي، تركيز جيد، اعداد. هناك كيبان بان هناك تخوف من الملاكم الايطالي، والبدايه تعرف قوه الملاكم المغربي. الملاكم جس النبض في الدقائق الاولى. نتمنى بانه محمد الربيعي ان شاء الله تكون ضربات مؤثره ومركزه. نعم، لاحظ اعداد حتى على المستوى ديال الاعداد ديال الربيعي كاين هناك تغيير. اللمسات ديال الاحتراف بداوك كتبان على الملاكم الربيعي، فهنيئا لمدربيه بهذا التغيير المحقق الى حد الان في خطوه رابعه او خطوه خامسه في ميدان الاحتراف. فهناك لمسه واضحه وجليه لجميع المتتبعين. هناك نعم. تركيز، هدوء، كيلعب امام بطل اللي عنده تجربه طويله. لما كنذكر بانه 56 انتصار بالنسبه للبطل لوري. لاحظ حتى الضربات على مستوى الوجه، مستوى البطن، تغيير الاتجاه في الضربات، المحافظه على المسافه البعيده، اشياء. وكيبان بانه حتى البطل لوري كيعرف القوه ديال محمد الربيعي، خصوصا بانه البدايه هادئه، ضربات قويه الان من محمد الربيعي. نذكر بانه الاستعدادات كانت بالديار البلجيكيه. نلاحظ حتى الجمهور كاين هناك تتبع، نعم، وترقب لهذا النزال القوي. لأن الكل الان كيصنف محمد الربيعي بطل اكيد قادم بقوه في عالم الاحتراف. فكل الصحافه الاوروبيه تتكلم عن دولهويا قادم. نعم. دولهويا بمغربي الربيعي في شخص الربيعي محمد، صاحب الانجازات المهمه، صاحب الميداليه النحاسيه بالالعاب الاولمبيه ريو 2016، وكذلك ما حققه ببطوله العالم بالدوحه. كتخلي محمد الربيعي يكون واحد من الملاكمين القادمين بقوه في عالم الاحتراف. حتى الطريقه ديال البحث عن انهاء المقابله قبل الاوان كتبان الجديه في الاداء. لاحظ حتى الضربات مركزه، ماشي بحث عشوائي. هناك هجومات بإعداد جيد، حتى الضربات، بحث الضربات من محمد الربيعي. لاحظوا بانه حاولت الاقتراب اكثر من البطل اللوري لنهايه الجوله الاولى. الجوله ما تابعناش اشياء كثيره، ولكن
محمد ربيعي كيحاول انه يلقى الطرق اللي بامكانه انها توصلوا للضربات نحو الوجه ديال البطل اللوري. فشيء اكيد، فكما نقول ان انهاء المقابله قبل الاوان يجب ان يكون هناك اعداد. هذا ما نلاحظه من خلال البطل محمد الربيعي. هناك اعداد للقيام بهجومات، هناك تركيز وهدوء، وهذه شيمه الملاكمين ذوي المستوى العالي. حتى التجاوب بينه وبين الملاكم هشام نفيل اللي هو كيعتبر القدوه ديالو في رياضه الملاكمه، فهو بطل من الابطال القلائل اللي شاركوا في العديد من البطولات الاولمبيه. هناك تدعو بانه محمد ربيعي كان هناك ضربات على مستوى الوجه ديال المنافس اللوري. لاحظوا حتى الملاكم الايطالي اللوري كيتسنى نهايه المقابله، لان ما قايمش بشي، ما كاين هناك لا هجومات لا رد فعل. نلاحظ بداية الجولة الثانية. كيعرف أتمنى أنه محمد ربيعي أنه يكون هناك ضربات إن شاء الله قوية، ضربات قوية. نعم على مستوى الوجه، خصوصا مع حقوق محمد ربيعي في النزالات السابقة والمستوى اللي قدموا. لاحظوا مقابلة في اتجاه واحد. نعم، فالإيطالي ما لقيش بد أمام الملاكم الربيعي، ينتظر ماذا ستسفر عنه هذه الجولة. كاينش هناك دائما الاقتراب من الخصم، البحث عن كذلك ضربة قوية على نعم. مستوى البطن، والآن إقلاعات جيدة. ومحمد ربيعي الآن دائما في بحث عن ضربات نحو الوجه. كما قلت محمد ربيعي اللي قدم نزالات قوية جيدة، سواء أمام لازلو كوفاتش ضربة جيدة، كذلك امام الجورجي ابيلاتزي بالضربه القاضيه، كذلك بفرنسا امام المجري لاسلو سولفاي. تغيير على مستوى الضربات، ضربات على البطن ثم ضربات نحو الراس. دائما البحث عن الضربات باليد اليمنى واليد اليسرى. فاي خطا من الملاكم الايطالي في التغطيه غادي يكلفوا الشيء الكثير. نلاحظ ولكن يخلي انه دائما هناك تغطيه الوجه لمحاوله ضربه جيده، ضربه جيده، ضربه قويه. نلاحظ تسلسل ضربات. يعني لاحظوا بانه التجربه ديال البطل اللوري محاوله الخروج من الركن. من الاشياء اللي كتبصم الملاكم الربيعي هو ذاك الهدوء فوق الحلبه، فرغم ان هناك ضربات ما كاينش هناك عشوائيه في القيام بالهجوم، هناك تركيز، هدوء. نقول دائما ان القوه ديال محمد الربيعي عمليه اقلاع باليد اليسرى، دوبل كروشي اللي كتميز كثير محمد ربيعي. لاحظ إيجاد المسافة الصحيحة لتنفيذ الهجومات. نلاحظ يبحث دائما عن المسافة الجيدة. إقلاع جيد، تغيير إيقاع، تغيير إيقاع، ضربات استرسال، ضربات ضربة جيدة. أعتقد بأنه نتجه نحو الضربة القاضية. هجوم مسترسل. اذا جات مع النهايه ديال الجوله. اعتقد انه لولا الجرس لكانت انتهت، كان بامكان انه النزال ينتهي. حتى الدقه في تغيير، الدقه في اختيار تغيير الايقاع كانت اختيار جيد. نلاحظ لاحظوا ضربات قويه مسترسله مؤثره على مستوى الوجه ديال البطل اللوري. هنا ضربه قويه اللي خلات انه لوري، ثم استرسال الهجوم وتغيير الايقاع. لاحظوا ضربه مؤثره. قلت ذكاء ملاكم. كان له حسن الحظ لوري وسوء حظنا وكذلك محمد ربيعي بانه جات مع النهايه واكيد نهايه الجوله، والا كان النزال غادي ينتهي. نعم، اعتقد اختيار حتى الوقت ديال تاديه الهجوم كان رغم ذلك بانه لما كنتابعوا الملامح ديال لوري كيبان بانه يعني تعثر بشكل كبير من الضربات الاخيره. صعب، غادي تكون عليه مرور جولات صعبه.
هذه الجوله الثالثه. اذا الجوله الثالثه 8 الجولات بهذا الايقاع، فغادي يكون غيكون الملاكم الايطالي في مأزق. اذا جويتسيب لاوري لاحظ عمليه شد وعرف القوه ديال الملاكم الربيعي. هذا يعني نعتقد بانه الجوله اللي تابعنا منذ قليل الجوله الثانيه غتعطي الان ثقه كبيره لمحمد الربيعي. نلاحظ ضربات على مستوى البطن وبنفس الحضور، وكذلك البحث عن الضربات المسلسله والمؤثره في وجه البطل اكيد الايطالي لاوري. كنقول هنا الملاكم الايطالي نهايه النزال، نهايه النزال وفوز مستحق لمحمد الربيعي. هناك احتساب خص حتى الحكم يحسب العشره. صعب تكون مقابله صعب حتى نلاحظ هنا غيكون بحث جدي. لا ضربه صعب جدا. نلاحظ اعتبر فضلين تقني، ولكن الشكل اللي كنتابعوا يعني لاوري صعب جدا انه يواصل. الطريقه ديال اختيار قوه محمد الربيعي. لاحظ بانه الحكم الان بصم على حضور في الساحه الدوليه والاحترافيه بجديه كبيره، ومحاوله اكيد من لاوري انه يبقى صامد، ولكن كما ذكرنا صعب جدا امام القوه ديال محمد الربيعي الذي يبحث على انهاء ضربه جيده دائما. مستويات اعتقد بانه مستوى الملاكم الربيعي مستوى كبير. للبطل المغربي محمد تغيير الربيعي. ايقاع، ضربات مسلسله، مقابله في اتجاه واحد قويه. كل المؤشرات كتبين بان المقابله ما غاديش توصل حتى لاخر. بالفعل ضربات قويه. الحكم اذا صعب جدا التدخل ديال الحكم بهذا الشكل. صعب جدا. هنيئا للبطل المغربي. اذا المقابله الخامسه وانتصار قبل الاوان. اكيد انتصار الخامس على التوالي، وربعه ديال المقابلات قبل الاوان. اذا يبصم على حضور قوي في داخل الملاكمه الاحترافيه، حضور متميز لمحمد الربيعي كما قلت، اللي اكد بانه من الملاكمين العالميين الحاضرين بشكل قوي على مستوى النزالات الاحترافيه. فصراحة كل الأقلام ديال الصحافة الدولية تتنبأ للملاكم الربيعي بمستقبل باهر. نتابع الآن أكيد الفوز إذن مستحق لمحمد الربيعي. بدون شك كان حضور قوي للملاكم الربيعي رغم يعني تجربة البطل لاوري على المستوى العالمي، ولكن محمد الربيعي كيأكد الحضور ديالو والقوة ديالو، وبالتالي الفوز الخامس في صنف الملاكمة الاحترافية.